تبحث عن رونالدو، وصلت لإيسكو، كرة صعبة وانطلاقة في هجمة معاكسة من جانب الريال. إيسكو ينتظر رونالدو، أين هو؟ يواصل إيسكو، يفضل المراوغة، إيسكو يلعب لبنزيما، ماهوش بتسلل بنزيما يفضل المراوغة عند الكرة، يرجع للخلف، يا بال الكرة الأولى والهدف، جول 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 جاريث بيل يسجل الهدف الأول في مباراة، هدفه الثاني هذا الموسم، أول أهدافه في السانتياغو برنابيو، في أول مباراة يلعبها جاريث بيل أساسي في السانتياغو، هدف في الدقيقة 13 من عمر المباراة. يا له من إيسكو، مرر مارسيلو ناحية إيسكو لرونالدو، رونالدو إيسكو ثم بنزيما، لا رونالدو غير موجود، إيسكو مرر مباشرة هنا، افتح المجال لنفسه، بحث عن رونالدو ولكن فضل بنزيما، طلبها في العمق لم يكن متسللا، بالمراوغة ثم التوزيع لجاريث بيل، استلم باليسرى وسدد باليسرى، واو في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس بيتو. ريال مدريد اليوم هو الريال، أول أهداف المباراة في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، جاريث بيل يسجل هدفه الثاني هذا الموسم مع فريق ريال مدريد. كان بحاجة إلى هدف من هذا النوع، وبحاجة جاريث بيل إلى تشجيعات عشاق وأنصار فريق ريال مدريد بعد البداية الصعبة التي عارفها مع الريال في الدوري الإسباني، ربما أيضا بسبب المبلغ الكبير جدا بها جاريث بيل تسمح له بالتسديد من أي مكان كان. رونالدو وجاريث بيل هو اللي هيسدد هذه جول ثنائية يا جاريث بيل، ما لم يفعله في 10 أسابيع يريد أن يفعله اليوم جاريث بيل. في الدقيقة 27 الكرة تضرب في أحد المدافعين ويأتي الهدف الثاني لصالح فريق ريال مدريد. ماذا يقول كارلو أنشيلوتي لزندير زيدان على كرسي الاحتياط؟ هل يقول له قلت لك يا زينو بأننا يجب أن يلعب أساسي اليوم؟ وزندي زيدان اعتقد بانه يوافقه الراي، لانه جاريث بيل كانت في حاجه الى ثقه في النفس اكثر من شيء اخر. شوف الكره ضربت في يد مورينو ودخلت مباشره للشباك. التسديده من جاريث بيل كانت كره ساقطه، هدفان مقابل 0 لصالح جاريث بيل امام اشبيليا بعد الدقيقه 27. رونالدو على موعد مع تسجيل هدفه التاسع هذا الموسم، كريستيانو يسجل جول الثالث للريال، التاسع لكريستيانو رونالدو هذا الموسم، زايد 7 أهداف في دوري الأبطال. 3-0 صارت النتيجة بعد 30 دقيقة لعب، وكأن الريال كان ينتظر أن يزعل بعد خسارته أمام فريق برشلونة، أن يغضب بعد خسارته أمام فريق برشلونة، أن يستفزه فريق برشلونة فينتفض اليوم بالثلاثية بعد 30 دقيقة لعب. لكم الحكم، ولكن لقرار لحكم المباراة حكم آخر، أعلن ضربة الجزاء لإيسكو بعد خطأ في تقدير حكم المباراة ارتكبه فرناندو نافارو. رونالدو سدد بهذه الكيفية وسجل على يسار بيتو. 3-0 للريال أمام اشبيليا. نعيش مهرجان مشاهدي الافاضل في كرة القدم ومهرجان في الاهداف. البطيء صعب عليك ان تقرر، يلا خليوا الحكم للجمهور. راكيتيتش في تنفيذ هذه رمية الجزاء وهدفه السادس يسجل. جول لراكيتيتش وجول لاشبيليا، الهدف السادس للكرواتي راكيتيتش. 4 أهداف شاهدناها لحد الان مشاهدي الافاضل في ظرف 38 دقيقة منذ انطلاقة المباراة. 3-1 صارت النتيجة للريال امام اشبيليا. هنا لمسة يد، شوف هنا لأنه اللقطة التي حدثت لا يمكن أن يشاهدها الحكم الرئيسي وإنما الحكم المساعد هو الذي يشاهدها. طبعا اليد اليمنى لم نشاهدها في الصورة من هذه الزاوية، ولكن اليد اليمنى يكون شاهدها بنفس الرتم بنفس السرعة. راح في طولو دواخل في طولو، كرة صعبة لإشبيليا في طولو، جول عجيب المباراة فعلها بانكا وسجل الهدف الثاني لإشبيليا. الهدف الثاني لإشبيليا. هذه هي الكرة فعالية والكرة أهداف، ليست فقط رتم ولا فقط سرعة ولا فقط قوة ولا فقط 3 أهداف. الكرة هي هكذا خداع. إشبيليا يعود من بعيد ويسجل الثاني وتصبح النتيجة في رمسة عين 3-2 في غفلة من دفاع الريال وفي غفلة من فريق الريال. إشبيليا من أين لك كل هذا؟ يعود ويسجل هدفين في ظرف دقيقتين بعد ما كان منهزم بثلاثية لعب الدومينو. فعلا هنا ممتازة جدا بين الثلاثي، كاد يكون الهدف التعادل والهدف الثالث. رونالدو انطلق بسرعة، رونالدو يلعبها لجاريث بيل من هناك، كرة صعبة لصالح الريال. جاريث بيل جول بنزيما في الشباك الصغير، حطها بكل سهولة
مسجلا هدفه الثالث فقط هذا الموسم. أقول فقط لأنه قلب هجوم في ظرف 11 مباراة يسجل 3 أهداف، عدد قليل. بنزيما يذهب لزين الدين زيدان لأنه شجعه كثيرا، أولا لأنه مواطنه ابن بلده، وثانيا لأنه أنا متأكد بأنه لم يبخل عليه بتشجيعاته، راح مباشرة لكان زين الدين زيدان مسجلا هدفه الثالث هذا الموسم. كريم بنزيما تقريبا ينقذ الريال انطلاقا من رونالدو لجاريث بيل من هناك على الجهه اليمنى. التوزيعه بنزيما بذكاء كبير في المساحات الصغيره يفعل العجب. كريم بنزيما هنا شوف اختار الزاويه في المكان اللي فارق، الزاويه في الشباك الصغيره كما تسمى. الهدف الرابع لريال مدريد 4-2 صارت النتيجه بعد 8 دقائق من انطلاقه المباراه. كارلو يدرك جيدا يلعبها مع جاريث بيل، جاريث بيل خلصه مخديره، جاريث بيل يبحث عن الثغره يراوغ جاريث بيل، يواصل بيل هيله منه بيل باليمنى، التوزيعه من بيل اوبا الخامس. نعم جول رونالدو. اين هي التحيه العسكريه؟ الخامس. 5-2 صارت النتيجه للريال امام اشبيليا. فعلها مرة واحدة لم يفعلها في الثانية. كريستيانو رونالدو يسجل هدفه العاشر هذا الموسم، هذه المرة من تسديدة بعد التمريرة من جاريث بيل. مباراة اليوم سجل هدفان ومرر هدفين، وهذا هو الخامس لريال مدريد. صارت النتيجة 5-2. صنع الفارق ريال مدريد في الربع ساعة الأول من عمر الشوط الثاني. مهرجان من الأهداف بالنسبة لريال مدريد. رونالدو من دون تحية، وكأنه يقول له نسيتك أنا يا بلاتير، عملتها مرة واحدة خلاص انتهى الأمر، صرت من الماضي. تغيير القميص بالنسبة لرونالدو سيكون بعد لحظات. صارت النتيجة 5 أهداف مقابل هدفين مشاهدينا الأفاضل لصالح فريق ريال مدريد. هاي الإعادة لمست يد من مبية، كل شيء ممكن مع مبية، الكابوري بالراس بالرجل باليد بالكتف بالصدر بالظهر بكل شيء. شوف جاريث بيل انطلق من هناك، المراوغة باليسرى والتوزيعة باليمنى. رونالدو مثلما جاءت بيته لمسها وصارت جزاء. أقول سقط والحكم لم يحتسب ضربة جزاء، لا أقول شيء آخر لأننا بحاجة إلى الإعادة بالتصوير البطيء. كرة صعبة لصالح فريق اشبيليا، من هناك تسديدة جول. يا سلام على هذا الهدف، يا سلام على راكتيج وهذا الهدف السابع لراكتيج. ثنائية. هل نحن أمام مباراة في كرة اليد أم في كرة القدم؟ صارت النتيجة 5-3 الآن. 8 أهداف كاملة شاهدناها مشاهدينا الأفاضل. جاريث بيل والتوغل، راح القطار توغل. الحكم لم يقل شيئا في هذه اللقطة، لم يصفر ضربة الجزاء وترك اللعب يتواصل. انطلق فريق اشبيليا من هناك. راكيتيتش استلم هذه الكرة من تمريرة. شوف التسديدة حطها في الزاوية التي لا يمكن ان يرد فيها. رونالدو وبنزيما. رونالدو والهدف جول السادس يا كريستيانو. نعم يقول لك يا بلاتير انا هنا بالثلاثية، انا لست عسكريا، انا لاعبا وفنانا ومتميزا ورائعا. يسجل السادس كريستيانو رونالدو، الثالث له هذا الموسم وال11. كريستيانو رونالدو يبقى نجما ولاعبا كبيرا مهما كان في فريق ريال مدريد. رونالدو جماهير الريال ترد عليه وتهتف باسم رونالدو الذي انطلق توغل بإصرار كبير جدا. شوف أنانية وإصرار في المدافع، ودخل الهدف السادس لصالح في الثاني في الدوري اللي سجلها كريستيانو رونالدو. صارت النتيجة الآن مارسيلو. كرة صعبة للريال، مارسيلو في وضع يساري، مارسيلو السابع على هدف من كريم بنزيما. تسجل ثنائية يا جاريث بيل، أنا كذلك أسجل ثنائية، تسجل ثلاثية يا رونالدو. يبحث الآن جاريث بيل وبنزيما عن الثلاثية في هذه المباراة. كريم بنزيما يسجل هدفه الخامس هذا الموسم، الرابع عفوا هذا الموسم بفضل هذه الثنائية. 4 أهداف في الدوري وهدفان في دوري الأبطال. كرة ممتازة على الجهة اليسرى ناحية مارسيلو، يرفعها فوق الرؤوس لكريم بنزيما في القائمة الثاني. كان خلفه كريستيانو رونالدو، اضربها بالراس في الزاوية اليمنى من مرمى الحارس بيتو. 7 أهداف مقابل 3 لريال مدريد أمام إشبيليا. أوكي، عندما تسجل 7 فهذا يعني
بانك عندك قوه هجوميه كبيره جدا، ولكن ايضا عندما تتلقى 3 اهداف في سانتياغو برنابيو واسمك ريال مدريد ايضا مثير للتساؤلات. امر مثل هذا بالنسبه لريال مدريد.